السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي نشارك معكم الشباكيه على الطريقه التقليديه، على اصولها كيف ما كنقولوا. هنا عندي كيلوغرام ديال دقيق الفرص نوعيه جيده، غادي نزيد عليه واحد القبيصه ديال الملح، وهنا غادي ندوز ندير المكونات الجافه بحال المسكه الحره اللي مدقوقه مع شويه ديال السكر ومغربله. وهنا عندي راس معلقه ديال خميره ديال الخبز، وهنا غادي ندير معلقه عامره، معلقه كبيره عامره ديال النافع مطحون ومغربل. غادي ندير معلقه عامره ديال النافع مطحون ومغربل، وغادي ندير معلقه ممسوحه ديال القرفه، حتى القرفه مغربله عندي. وهنا عندي كاس ديال جنجلان اللي مطحون مسحوق مزيان، واخا ملي كيكون ملي كنطحنوه مزيان كيتعجن لينا، داكشي علاش ما كنقدروش نغربلوه، فماشي مشكل، غير نكونوا سحقناه مزيان وصافي. المهم انا غادي نحاول انني ندوزو في الصفايه الا بغا يدوز ليا، وحتى الدقيق راني مغربلاه. كيف ما كتلاحظوا الزنجلان ولاو صعيب شي شويه باش نغربلوهم حيت كيتزيتوا. وكذلك غادي ندير مع اللوز حتى هو غادي ندوزو في الصفايه، واخا ما غاديش يدوز كله لانه مزيت عندي. غادي نحاول انني نفسخ هاد الكريات بالمعلقه ونعاون انه يدوز في الصفايه. وما نساوش انه هاد الطريقه هذه راه كتعاوننا باش تندمج هاد المكونات مع الدقيق، وفي التالي ما كيكونش عندنا كويرات ديال اللوز ولا ديال الجنجلان ويصعب علينا اننا ندخلوها في الدقيق. غنضيف ساشيه ديال خميره الحلويات، ودابا غادي نحاول انني ندمجهم مع بعضياتهم. صافي دابا غادي نضيف المكونات السائله. عندي صفر بيضه، عندي 4 كاس ديال الخل اللي دفيته، كاع المكونات السائله دفيتهم. عندي كاس مع عمش ديال الزبده دايبه، عندي كاس مع عمرش ديال زيت الزيتون. بالنسبه للزبده دايبه كنديروا نوعيه جيده من اصل حيواني. وهنا غنجيب صفايه باش نصفي مزهر اللي قدت فيه الزعفران شعره. كما كتلاحظوا حتى رجع هذاك الزعفران اللون ديالو ابيض، ما بقاش فيه كاع، كله ترقد ليا في المزهر ديالي وعطى هذا اللون.
نبدا على بركه الله. بسم الله. وهذا هو العجين ديالي من بعد ما جمعته. يمكن لكم تخليوه يرتاح الاول عاد تقسموه وتسرحوه بالمدلك، ولكن الا كنتم مزروبين فماشي مشكل. انا هنايا بغيت نسربي دغيا، ما بغيتش نبقى عاد نتسنى عاد حتى يرتاح العجين. هنايا قطعت العجين على 4 وسرحته. هذا راه نص العجين، نص الكميه اللي عجنت معكم. الكميه اللي عجنت معكم في الاول كانت المقدار ديال كيلو. هنايا خديت غير النص ديال العجين هو اللي سرحته بحال هكا. سرحته قطعته على 4 وسرحته على شكل طولي وطويته. هنا غادي يبان لكم اللي غادي نبغي نطويه ما غاديش يكون يعني غادي يكون هكا تيتفردت مع الجناب. هذاك الشيء حيت ما مرتاحاش العجينه. اما الا كانت مرتاحه ما غاديش دير لكم بحال هكاك، فماشي مشكل. ما هذا الشيء ما كيعنيش ان العجين انها ما نجحتش لينا، بالعكس. ملي كترتاح كتكون العجينه كتعطينا الطواع وكنشكلوها كيف ما بغينا. وكيف ما كتلاحظوا العجين كيكون قاصح، خصو يكون هكا قاصح باش كتنجح لينا الشباكيه ديالنا. من بعد ما كنطويوه العجين كنغلفوه بالسلوفان وكنخليوه يرتاح على جنب. الا كان ما عندناش الوقت اللي بغينا نعطلوا عليها ولا شي حاجه فيمكن لينا نديروها في الفريغو او لا نديروها في الثلاجه عادي من التحت. وهذه هي العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت. انا جبتها كانت عندي حطيتها في الثلاجه. ودابا غادي نعاود نسرحها بهذه الطريقه. هذه غادي نسرحها حتى كترجع العجينه رقيقه. وكيف ما كتلاحظوا ما كندردرش الدقيق ولا شي حاجه، فهي كما كتلاحظوا هي كتبقى هكا يعني ما كتلصق لينا لا على سطح العمل لا على حتى شي حاجه. كونوا مرتاحين. وكنبقى ندلكها ونقلبها وكل مره كنقلبها باش كتعاونني وكتمشى ليا مزيان على سطح العمل. وبالنسبه للناس اللي عندهم الاله فيمكن ليهم يستعانوا بالاله. انا هنايا واخا عندي الاله درتها غير بالمدلك، كيجيني بالمدلك احسن. وكل واحد وشنو كيجيه افضل شنو كيفضل. غير هو الا بغينا نديروها في الاله فخصنا نديرو العجين نديروها كرقيق باش كيدوز لينا في الاله. كيف ما كتلاحظوا كل مربع كنديروا فيه 4 ديال السطوره وعاد كنقطعوا. ممكن تستعينوا بالجراره اللي كتكون هكا كتصاوب هذوك الخطوط الراسه غير كدوزو وهي كتصاوب. ولكن السنان ديالها ما كيكونوش بحال الجراره العاديه. ويمكن لكم تستعملوا هاد الجراره العاديه مع واحد شي مربع واخا تاخذوا غير كرتون وتحطوه وتبقاو تسطروا عليه باش يجيكم الشكل مناسب. وهكا كنشبك الشبكيه ديالي. كناخذ واحد وكنطلق واحد وكناخذ التالي مقلوب وكنتني هكا من الاخر بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. وفي الاخير تنبرك على الجناب، وإلا كانوا هكا طوالين ولا شي حاجه كنقص منهم باش تجيني الشباكيه ديالي متيوله وزويونه مدوره ما تجيش هكا طويله بزاف.
وهنايا صورت لكم نقطات من العجين من بعد ما ارتاح. كيف ما كتلاحظوا هنايا سرحته وغادي ندوزو في الاله، وكيجي بحال هكا من بعد ما كنسرحو في الاله، وكنشكلو مربعات، داخل كل مربع 4 السطوره، وكنشبكهم كلهم بالطريقه اللي وريت معكم في الاول. من بعد كنخليهم يرتاحوا واحد شويه ولا غير على ما نسالي العجين كله. كنقليه على عافيه، ما تكون سخونه بزاف ما تكون بارده، تكون متوسطه. ومن بعد كنطفيوه في العسل، ممكن نخليو الشبكيه ديالنا ترقد مزيان في العسل، ولكن هذيك الطريقه كتكون شويه طويله، اللي يقدر يديرها. المهم هذه هي الشباكيه ديالي كتجي مجعبه. غير هو كل مره بغينا نقدموا فيها الشباكيه ديالنا خصنا نزيدوا ليها شويه ديال العسل، ولا كديروا من الاول كديروا العسل يكون ثقيل باش كتبقى عليه ديك الشباكيه وما كتهبطش منه. وهذه هي الشباكيه ديالي. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي اللايكات ديالكم وتعاليقكم اسفل الفيديو، وعواشركم مبروكه، وبسلامه عليكم. تلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.